ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض العيش في البيت بطريقه سهله قوي وبسيطه، مكوناته كلها متوفره في البيت وما بياخدش مننا وقت ولا مجهود خالص. عيش كده يتاكل لوحده، طعمه حكايه. ممكن بقى ناكله بحته جبنه وطماطم، عندنا بقى شويه طعميه وبتنجان وحبه جرجير. عيش تحفه. انا عملت شويه في الفرن حمصتهم، وعملت شويه على الصاج من فوق على البوتاجاز. يلا نشوف عملناه ازاي. اول حاجه انا عندي كوبايه ميه دافيه، معلقه سكر كبيره ومعلقه خميره كبيره. هبدأ بقى اقلبهم كويس جدا مع بعض، كله مع بعضه كده، واسيبها لحد ما الخميره بتاعتي تبدأ ترتفع. عندي حوالي 3 كوبايات دقيق، عندي رشة ملح صغيرة، معلقة بيكنج باودر كبيرة. هبدأ بقى اخلطه كله واسيب لحد ما الخميرة تبدأ ترتفع معايا، وابدأ بقى انزل على الدقيق بتاعي ونبدأ نعجن كويس جدا. بصوا نعجنه شوية حلوين كده. عندي بقى معلقة زيت كبيرة، هبدأ اضيف معلقة زيت كبيرة، ونبدأ برضو نعجنه تاني كويس جدا لحد ما العجينة تبدأ تلم معايا كده، واسيبه تقريبا يرتاح حوالي نص ساعة. بعد ما ارتاحت معايا هبدأ بقى انزل بالعجينة بتاعتي وابدأ اكورها كده. انا عملتها كور بحجم متوسط، انا ما حبيتش العيش يبقى كبير. طبعا لو حابينه اكبر من كده ممكن تعملوا تشكلوها كور اكبر من كده. هبدأ بقى افرد العيش بتاعي، انا بعمله بسمك رفيع، ما بحبش برضو العيش يبقى يعني سمك متوسط، ولا رفيع قوي قوي قوي، ولا برضو يعني مليان زيادة، هو حجم متوسط. هبدأ افرد العيش بتاعي كله، وابدأ بقى برضو بعد ما افرده هسيبه حوالي نص ساعة تاني. بصوا سهل قوي وبسيط، والولاد لو شاركوكوا وانتوا بتعملوه هيحبوه قوي وهيحبوا الطريقة، وان انتوا بتعملوا العيش وبتخبزوه وبيبدأ العيش يرتفع كده قدامهم، شكله وطعم وكل حاجة حلوة قوي. انا هسيبه دلوقتي حوالي نص ساعة تاني يرتاح، وابدأ بقى اعمله. انا عملت جزء منه في الفرن تحت عشان احمصه، وعملت الجزء التاني على نار متوسطة كده. بصوا العيش بيبدأ يرتفع معايا ازاي. شكله يا جماعة حلو قوي وطعمه حكاية، وسهل وبسيط وما بياخدش مننا وقت خالص ولا مجهود. بصوا سهل قوي قوي وبسيط، ومكوناته كلها متوفرة في البيت. ما اقولكوش قد ايه طعمه حلو قوي قوي قوي. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله نتقابل فيديو جديد ووصفة جديدة. وما تنسوش الاشتراك في القناة، وما تنسوش اللايك، ومستنياكم كومنتاتكم. نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد.